آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة تأهل نادي الأهلي السعودي على حساب نادي فيسيلي كوبي بعد فوز الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. رسميا لامين يامال يحصد جائزة أفضل رياضي شاب في حفل جوائز لوريوس لسنة 2026 بحسب صحيفة لا جازيتا. شوهد وكيل روبرت ليفاندوفسكي في محادثات مع يوفنتوس تمهيدا لانتقال محتمل هذا الصيف. كما يحظى مهاجم برشلونة أيضا باهتمام من ميلان مع اقتراب نهاية عقده. وكشفت عدة تقارير صحفية أن ريال مدريد يدرس عدة أسماء لتولي القيادة الفنية في المرحلة المقبلة. وحسب صحيفة ريكورد البرتغالية فإن إدارة النادي الملكي تضع مورينيو ضمن قائمة المرشحين المحتملين. وبحسب عدة تقارير صحفية أمريكية يبرز اسم تشافي هرنانديز كأحد أبرز المرشحين لتولي تدريب إنتر ميامي خلفا لخافير ماسكيرانو في خطوة قد تشكل تحولا مهما في مسار الفريق. وصرح ألفارو أربيلوا مدرب نادي ريال مدريد: في ريال مدريد الخسارة غير مقبولة لأننا نعرف متطلبات هذا النادي وعلينا دائما أن نتطلع إلى المستقبل من أجل الفوز. علينا أن نفوز بالمباريات السبع المتبقية.